زمان لما كنا بنشوف فنان في التلفزيون كنا بنحس انه جاي من عالم تاني، اسطورة كده بنستناه من السنة للسنة، وصورته في خيالنا كان ليها هيبة تخليك تسكت لو شفته. النجم كان تقيل وبعيد بس اثره جوانا كان حقيقي وموجود، لكن اللي بنشوفه النهارده ده العكس من كل اللي قلته. الفنان اللي كان اسطورة بقى بلوجر، بيصور لنا بيفطر ايه بيلبس ايه ويفتح لايف عشان يلم شوية لايكات وهدايا. الهيبة ماتت بسبب طلب الريتش، والغموض اللي كان محل النجم اختفى. يعني بذمتك من رزانة احمد زكي لدوشة التيك توك، ايه اللي حصل في دماغنا وفي زوننا؟ انا مبارك، والنهارده احنا جايين نفضفض ونشرح قصة الفن اللي ضاعت هيبته وسط الترندات. الكلام ده هيزعل ناس كتير بس لازم يتقال. سيب لايك ويلا. الفقرة الأولى: هيبة النجم وغموض الأسطورة. زمان كان الغموض هو اللي كان بيصنع الأسطورة. الفنان كان ليه تقل، ولقاءاته التلفزيونية رزينة، لغته لبقة، وعنده رؤية للحياة. مش طالع يبرر خناقة أو يقول لنا طقم لابسه بكام، أو يبرر لفظ قاله في فيلم أو مسلسل ما عجبش حد. ثانية بس، مش مصدقني صح؟ طيب شوفوا المقارنة دي، ده لقاء ليه تقل. فكره الديمقراطيه فكره رومانسيه جواها، تمام. انها مش لا يمكن تحقيقها الا باني اربي ولادنا الاطفال على صفتين: ايوه. ما يخافش وما يكذبش. وده لقاء قولوا رأيكم فيه. وخايفين نقول كلمة فشل في الفيلم. النهارده بقى بيتقال في كل حتة. التطور ده خلاص قلتوا رأيكم، شوفوا الفنان برضه هيقول ايه على اللقاء. تطور، يعني هو تطور في الفن ان انا اقول كلمة فشل. كلام جارح خارج. النهارده النجم بقى متاح 24 ساعة في الستوري، بقى زيه زي أي حد. هنا ما اقصدش غير إن ما عادش فيه سحر، مفيش شو. القرب الزيادة رخص قيمته وحوله من مبدع لصانع محتوى بيدور على التفاعل وخلاص. وحتى الألقاب، زمان احنا اللي كنا بنقول سيدة الشاشة او الهضبة، دلوقتي الممثل بيلقب نفسه بألقاب يختارها هو ويفرضها بدعاية. بس الهبة ما بتتشريش بهاشتاج، ده غير هوس الشاشات. تلاقي الفنان طالع في كل برنامج مقالب او لجنة تحكيم، حرق صورته تماما وبقى بيزنس بحت للبيع. الفقرة التانية: الموهبة والعقل ضد الفورمة والواسطة. تعال نبص بقى على الممثل نفسه. زمان كان الممثل مثقف بيقرا في علم النفس والفلسفة عشان يبني عقل الشخصية ويكون دارس للفن زي نور الشريف كده مثلا. دلوقتي الممثل بيقضي يومه في الجيم عشان يبني عضلات الشخصية بس. فورمة حلوة بس تمثيل فاضي من جوه. والمصيبة الأكبر في الجمال الصناعي، البوتوكس والفيلر جمدوا ملامح الممثلين. الوجع ما بقاش بيبان على الوش، كله بقى شبه بعض. طيب قارن كده بين تعبيرات وش عبلة كامل في مسلسل انا عايش في جلباب ابي وهي بتعيط بالصدق، وبين اي ممثله النهارده وشها مشدود بالبوتوكس وهي بتحاول تمثل انها موجوعه. الوجع زمان كان بيطلع من العين والملامح، دلوقتي الوجع بيتحبس تحت الفيلر ومن غير زعل. الفن بقى وراثه، جيل ابناء العاملين خنق فرصه الموهوبين الغلابه. انت ليه هاجمت ابناء الفنانين قبل كده؟ ما هاجمتهمش، بس قلت ان هم واخدين فرص اكتر من اللازم يعني. طب ما انت اشتغلت معاهم. طب ايه المشكله؟ ما انا بشتغل معاهم عشان اعرفهم ان هم برضو قد كده. ومات المسرح اللي كان المصنع اللي بيطلع فنانين توال. تقوليش بس مسرح مصر عشان ده مش في الحسبان اصلا، كله بيحضر ورشه وكده بقى فنان. الفقرة التالتة: الغياب المدروس، عزة النفس الفنية. ايه اللي صنع أسطورة العمالقة؟ انهم عرفوا قيمة الغياب. زمان كان النجم بيقعد بالسنتين والتلاتة في بيته ما بيصورش كادر واحد عشان مستني الورق اللي يستاهل اسمه. فنان زي احمد زكي كان ممكن يرفض عشرات الافلام والملايين عشان يقعد يحضر لشخصية زي الهروب او ايام السادات. كان عارف ان ظهوره غالي ومش متاح لكل من هب ودب. هو طبعا دور السادات كان حلم احمد. ده يأكد لك ان الفنان زمان كان بيعمل العمل اللي هو مؤمن بيه، ويقرا السيناريو اللي هو حبه والشخصيه اللي هو حاببها وعارف ان هو يقدر يبدع فيها ويجسد فيها. واللقاء اللي احنا هنشوفه سوا ده بيتكلم فيه احمد زكي عن دوره في فيلم السادات مش اكتر. يعني انت هتحس ان هو في اللقاء اصلا اتقمص شخصيه السادات وهو مش واخد باله. زي شخصية الرئيس السادات مأساوية، ففيها تركات كتيرة جدا. فهنا متعة الفنان ان هو ازاي يغوص جواها وازاي يفك تركاتها وازاي يتعامل معاها. شخصية جذابة انك انت تجسديها على الشاشة. بص على عادل امام اللي كان بيحسب خطواته بالمسطره وعمره ما حرق نفسه في برامج تافهه او اعلانات ملهاش لازمه. او الساحر محمود عبد العزيز اللي كان ممكن يغيب عن الشاشه سنتين ويرجع لنا بعمل يزلزل الدنيا زي رأفت الهجان. الناس دي كانت فاهمه ان الفنان قوه ناعمه مش ترس في مكنه انتاج بتطلع اعمال ديليفري. غيابهم كان بيزود شون وحضورهم كان بيخطف الانفاس. قارن ده بقى بممثلين النهارده اللي خايفين يغيبوا شهر واحد ليكونوا الجمهور نساهم، فبقينا بنشوفهم في اعلانات وفي غيرها كتير وهم مش عارفين ان الرقص ده هو اللي بيموت الفنان وهو لسه عايش.
الفقرة الرابعة، تخريب الدراما، الفن اللي مش شبهنا. وزود على ده بقى ان الفن بقى نسخة طبق الاصل من الغرب. زمان الدراما كانت بتبدأ من الحارة، من ريحة مصر، في ارابيسك، ليالي الحلمية وغيرهم كتير كنا بنشوف نفسنا فيهم. تقول اسمائهم في الكومنتات لو لسه فاكرين. دلوقتي الدراما محبوسة في كومباوندات وقصور خيالية، لبس وعربيات وحياة متفصلة على مقاس نتفليكس بالظبط، مش على مقاسنا. بقينا بنناقش قضايا مستوردة عشان نرضي المنصات، ونسينا مشاكل الشارع الحقيقية. الفلاح والعامل والموظف بقوا كومبارس في فنهم. حتى اللهجة المصرية اللي كانت بتلف العالم بقت بتتحرف عشان تبان ماشية مع اللي بيعملوه. احنا بنفقد هويتنا عشان نلحق بقطر مش بتاعنا، وبقت دراما الكومباوندات عالم موازي ملوش علاقة بالواقع اللي بنعيشه. الفقرة الخامسة، اللجان الإلكترونية وصناعة الأسطورة الزائفة. تعالى بقى للأخطر، لعبة الكواليس اللي بتخليك تشك في عينك وفي ذوقك. احنا بقينا في عصر اللجان الإلكترونية. زمان النجم كان بينجح بكلمة الناس في الشارع، بدعوة حلوة من أم شافت مسلسل، أو بضحكة طالعة من القلب على القهوة. دلوقتي النجم بيشتري بالكيبورد شركات متخصصة وجيوش من الحسابات الوهمية، البوتس، مهمتها واحدة بس، تعظيم وتمجيد الفنان. أول ما المسلسل ينزل تلاقي السوشيال ميديا اتكهربت، يا بطل، يا عالمي، أحسن ممثل في التاريخ. لجان بتدخل تخرب الدنيا عشان تقنعك ان العمل ده اسطوري، هو في الحقيقه فراغ. والمصيبه الاكبر ان اللجان دي مش بس بتنجح فنان، دي ممكن تختال فنان تاني موهوب لمجرد انه منافس. بقينا قدام ترهيب فني، artistic intimidation، بيزيف وعي الجمهور وبيخلي الفنان يصدق كذبته ويعيش في برج بعيد عن نقد الناس الحقيقي. الهيبه والنجاح ما بيجوش بجيش الكتروني، الهيبه والنجاح بيجوا لما الناس تفتكر اسمك وتتاثر بعملك بعد ما تخلص الحلقه، مش لما تلاقي اسمك ترند مدفوع لاجر ولا ممول. الفقره السادسه، سقوط القدوة والجمهور التائه. والأصعب من ده بقى إننا فقدنا القدوة. زمان كنت تتفرج على لقاء لفاتن حمامة ومحمود ياسين وتتعلم منهم الرقي والشياكة في الكلام. النهاردة الممثل بيطلع يشتم زمايله على اللايف وبياخدنا معاه في مشاكل بيته وخصوصياته. الفنان بقى ما بيعرفش يكمل جملة مفيدة بره السكريبت، وهمه كله البراند اللي لابسه بكام. والمشكلة إننا كجمهور بقينا بنعشق الفضيحة، بقينا بنجري ورا خناقاتهم ومشاكلهم أكتر ما بنهتم بفنهم. إحنا اللي بنعمل شير للتفاهة وبننسى الموهبة الحقيقية، زي ما انتوا بالظبط كده بتعملوش شير ولا لايك ولا سبسكرايب لفيديوهاتي. المهم نكمل. الفقرة السابعة، عصر المنصات، فن الدليفري. الفن بقى دليفري، مسلسل 10 حلقات بيتصور في شهر عشان يترمي على منصة، يتشاف في سهرة ويتنسي في ثانية. زمان كان المسلسل بيقعد شهر كامل بيتطبخ في بيوتنا، بنناقش أحداثه في الشغل وعلى القهوة، وبنعيش مع الشخصية لحد ما تبقى فرد من العيلة. النهاردة احنا قدام وجبات سريعة، صورة حلوة، إضاءة أجنبي، بس الروح المصرية منزوعة الدسم. زي ما قلنا بالظبط في ليه المسلسلات ما بقاش لها طعم في الفيديو اللي فات. فين السيناريست العبقري زي أسامة أنور عكاشة؟ الورق بقى بيتكتب على القهوة واحنا بنصور، ومسروق من الغرب. ومش كلام أنا بس على فكرة، مش كلامي لوحدي. للأسف احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا الفترة دي، عندنا مشكلة ورق، عندنا مشكلة أفكار، مين نقدم إيه إمتى. لو بصيتي لآخر كام سنة هتلاقي إن 90% من الأفلام ممكن تبقى نفس التوجه. المنصات قتلت لمة العيلة قدام التلفزيون وحولت الفنان لترس في ماكينة فلوس ما بتشبعش. الفقرة الثامنة، الضحك ونقطة الجدل التاريخي. حتى الضحك اللي كان بيطلع من موقف وذكاء الممثل في الارتجال. افتكر كيمياء سعيد صالح وعادل إمام في مدرسة المشاغبين. دلوقتي الكيمياء معتمدة بس على التنمر أو إفيه ترند على السوشيال ميديا، وكلنا ملاحظين ده صح؟ زمان الارتجال كان بيبني شخصية، دلوقتي الارتجال بقى لمجرد الضحك اللحظي اللي بيتنسي من قفلة الستارة. وهنا بقى لازم أسألكم سؤال بيحير الكل، وصدقوني الإجابة صعبة، ومستني أشوف رأيكم فيه في الكومنتات. هل العيب في جيل النهاردة اللي استسهل الفن وبقى بيدور على السبوبة والترند والأرقام اللي بالملايين، ولا العيب في زمان اللي كان الممثل فيه بيموت مديون ومش لاقي يتعالج رغم تاريخه؟ مين الصح؟ اللي احترم فنه وعاش مستور بالعافية زي إسماعيل ياسين اللي مات وما حلتوش حاجة رغم ضحك الملايين، ولا اللي رخص نفسه وبقى بلوجر عشان يأمن مستقبله في زمن ملوش أمان؟ انت مع الفنان الشبعان ولا مع الفنان الجعان اللي هبته في السما؟ في النهاية الفن مش مجرد سبوبة أو لايكات، الفن رسالة وقضية سواء بتتحل أو تتناقش. في العمل الفني الهيبة والنجاح مش بكام لايك ولا هاشتاج طلع ترند، النجاح بالصدق. شهرة مش بتطلع من فلاشات الموبايل المزيفة، بتطلع من تعب المبدع الحقيقي اللي بيحترم عقل المشاهد. افتكر لسه في أمل إن الهيبة ترجع. اكتب لي رأيك في الكومنتات، متنساش لايك وشير وسبسكرايب، واللي تحب الحلقة الجاية عن إيه شجعونا عشان اقدر اكمل يعني في المحتوى دوت. فحاجات بسيطة، وقول لي رأيك في الكومنتات عن الحلقة دي ومضمونها. ولو ما شفتش الحلقة بتاعت ليه المسلسلات ما بقاش ليها طعم زي زمان، روح شوفها حالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا عايزك تقول رايك على الفيديو، ما تخشش تقول لي صباح الفل ازيك يا جيار عامل ايه الحمد لله. الكلام ده بيني وبينك بقى على الواتس يا معلم.
لكن انت شايف فيديو انا بتكلم فيه وقاطع نفسي وبحضر ليه بقالي مثلا بتاع ربع ساعه عشان انت تشوفه وتتفاعل معاه. قول رايك، قول رايك لله، قول رايك عشان خاطر ربنا، مع ولا ضد.